فهموا يا المغاربه كما حبيتوا. اذا راكم دايرين في بالكم باللي يوقف معكم ترامب ولا يوقف معكم ماكرون ولا يوقف معكم اي كان في العالم والقضيه الصحراويه تتحل وتدوا، راكم دايخين. لو يقف معكم العالم كله يقول لكم باللي الصحراء راهي ليكم، الجزائر تقول لا، لن تنتهي الا بنهايه يا اما الشعب الجزائري ينتهي يا اما الشعب المغربي ينتهي. قضيه الصحراء الغربيه لن تحل بما يريد بوريطه ومن معه. يا ودي راه قلنا لهم مسخوط مرتو، ولكن مع من غتهضر هاد المرة راه دابا ودي السي المونتاج كيسحاب لهم صافي الفيلم راه سالا. لا خوتي برك راه الجزائر قادره تقلب الطاوله وتريح عليها. راه مشاك راه خليتوها عندو ادله، قال لك دامغه سوف تزعزع العالم. قال لهم اقسم بالله تعاود التصويت ما كاش، الجزائر قطع عليهم الغاز والبترول ورسميا يعني 200%. لكن انا نقول لكم ما نستعرفش، ما نمنش اخر جوان ما يخرجش القرار سننزل كلنا كل الجزائريين ونديروا اعتصام في زوريخ، وحقنا نديوه بالحل ولا بالقوه. وهذه المره لن نكون 1000 ولا 1500 ولا 500 كما مال فيه. هذه لازم كل الجزائريين يوقفوا، سواء في اوروبا كامل يهبطوا، حتى اللي في الجزائر اللي عندهم التاشيره يجي. مصيبه كحله ثاني هذا ودا السي المونتاج مساخيط مع من غجا راه يمشيو عاوتاني طالعين حتى المجلس الان يوليو مغطين لهم تما. انا نقول لكم اخوتي برك هاد 2025 كي داز عداد الناس ديالو الملخص ديالها، لا كاس العالم لا كاس افريقيا لا بريكس لا صحراء غربيه موقعا لا ماتش ديال ايكامبي تعاود. تا شاد العذاب هذا، شاد العذاب السعد مجيد. يلا الاخوان كيف العاده حركوا لنا ديك اللايك جادو وشي تعليقات. السيمانه راه ما كاش الرقاده ودا السي المونتاج، ولهذا عطينا على شي ميزان في خاطر الخواطر وفي خاطر اللي ما عنده خاطر. عنده زاد الاعلام ديال السعد مجيد راه قال لك اسيدي مازال هناك الامل. الجزائر بطبيعة الحال لن تشارك في التصويت لأن المسودة أو المقترح لا يخدم مبادئها ولا ثوابتها التي قامت عليها منذ سنوات. وأصلا تم التأكيد على لسان السيد بن جامع بأن الجزائر تتمسك بموقفها. الجزائر تتمسك بموقفها وقالتها أمام مجلس الأمن حتى يكونوا شهودا على أي موقف جزائري مستقبلا. صافي بردتو اعترفتو دابا بان بيبليكا فاتحه بان الجزائر خسرت في القضيه الاولى ديالها ب 11 صوت مقابل لا شيء. ولهذا رجعنا للفار ودا السي المونتاج بعجاله عطينا التصريح ديال هذا الاعلامي نيت غير قبل 24 ساعه شنو كان كيقول بثقه في النفس. لا شرقية ولا مغربية، الصحراء الغربية غربية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. يحاول المخزن في الرمق الأخير قبيل جلسة مجلس الأمن التي ستعقد بعد أقل من 24 ساعة من الآن أن يحول الأنظار لصالحه. ولكن الجزائر دائما بالمرصاد. أقول الجزائر بالمرصاد لأنه هناك دبلوماسية حقيقية أولا في الأمم المتحدة وأيضا حتى في الجزائر من خلال تكثيف الاتصالات التي تقوم بها وزارة الخارجية. هاي ترى كانت الفريفيره سخونه ودا السلمو على بونت كانت غتحرق الفريفيره. قال لك اسيدي لا شرقيه ولا مغربيه الصحراء غربيه. يا روحه ناض خرج لهم ثاني الحافظ الدراجي ابدا تنخصيس يا جدك تسمع لي اش كيقول لهم. السياده تنتزع ولا تمنح، لا سياده على اي شيء لمن لا يملك السياده على كل شيء. فالسيادة لا تستجدى من موائد الأقوياء ولا تمنح بقرارات من وراء البحار. السيادة تنتزع حين ينهض الشعب وتصان حين تحمى الكرامة وتكتب بعرق الأحرار لا بحبر الاتفاقات. نحن لا نطلب من أحد يعترف بنا ونريد ماذا نريد. السيادة تنتزع ولا تمنح. حافظ يا حافظ يهديك ربي. صافي يا صاحبي لا تبكيش وقولي هذا مكتوبي وصافي يا صاحبي. اعترفوا بان المغرب ربحكم في القضيه الاولى ديالكم اللي هي القياطان والعجاج بان بيبليكا فاتحه امام انظار العالم. حاضرونا يا اخواني حاضرونا. واش داك العبد مول
لا قبل ما نقول قلت ولا غندير فيديو ونشوف راي الشعب. والله غير سيريو خوتي، واش رايكم؟ زعما بين ليلة وضحاها يروح هكذا، تعب تاع سنين والكفاح هذاك والأموال أنا غيظتني الأموال يا خوتي، أموال كبيرة اللي تخسرت على في مهب الريح، تعب سنين راح يروح. ربي يجيب ساعة الخير، قسما بالله. لا تكرهوا شيئا عسى أن يكون خيرا لكم، هذا ربي سبحانه قالها، مشي العبد، لعله خيرا. داكشي اللي كاين اخوتي برك لعله خير، وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم. راه قلنا لكم شحال هادي ولكن ما كتصنطوش. انا راه ما كاين اللي بقى في ود السير مونتاج قد دوك الخونه ديال الداخل، دابا من غيعطيو وجههم اصاحبي. هذاك الرادي مثلا كان بويكيس شعير المسائل كتوصل 12 كيمشي كيدير الاخبار، كيقول لهم الاخبار، كيقول عاش الملك صحراء مغربيه واكل شارب، كيدوش المسائل. حتى سخنات لي الفريفيره قال لك السيدي حقا ما حقا غنمشي انا اللي غنقلب ليهم البارامتر تما في القوه الاقليميه. مشى عندهم تما اللايفات في التيك توك اللي طلع معاه اتبيت لي بان الصحراء مغربيه. يا ودي الله عيا معايا انا، كيصيفط لي فاش كنت كندير واحد الشهر لايفات كيصيفط لي كاع ما كان اكس حتى شكون انت باش نهضر معاك انا. فهمكم ما تبقاوش تخرجوا لنا كل 5 دقائق وتقولوا لنا حنا قوه عظمى حنا قوه عظمى. من انت باش تجي حتى تقول لي اثبت لي بان الصحراء مغربيه؟ راه نتوما اللي خاصكم تثبتوا لنا بان الصحراء غربيه، ما حنا راه عايشين فيها واكلين وعايمين فيها. ولهذا دابا السي المونتاج من الاخر اللي نطولوا ونقصروا، والمغاربه ما دالوا عاد معتذرا، ما معاه فلوس وما معاه الفريزي، السيد جاي حفيان من كلتا الجوانب. صافي سير الراضي تنعيطولك، يتشاوروا المغاربه ونعيطولك. لك بداو العياشة، بدات الآلة الإعلامية الفرفارة نتاعهم، قال لك خلاص صاي ودوكا ترامب راح يعاقب الجزائر وحنا استرجعنا للصحراء المغربيه ولا يسموها دوكا نروحوا للصحراء الشرقيه. الموضوع ماهوش تاع لعب دراري. اليوم تصدموا او كي لما الحق الولايات المتحده الامريكيه حبت تحط المبادره تاعها جات الشوكه جات الزعبل، يحسبوها باللي راه بوريطه واش قال هذاك هو. يلاحقوا حطوها في المجلس الامن، الصين قالت لهم يا ودي واش راكم تلعبوا كذا الصحراء المغربيه هذه رفد غشك علينا والله غير قالوا نديروا الفيتو هاي بركه متصاره ساقم تشوف روسيا كيف قالت لهم ماهوش لعب دراري انت رانا نقلوا في البيض هنا ولا يا مذلولين. على الاقل بالعفامكم يا برخص، صحافه الزريبه صحافه الخرشف، على الاقل بالعفامكم. خسرنا المعركه خسرناها نعم، لا الصين ولا روسيا استعملت حق الفيتو، يعني ما استعملوش حق الفيتو، امتنعوا عن التصويت. رانا تمسخروا ارواحهم من الارض تاع الناس. لا حكيت بالصين روسيا والصين قالوا من الفيتو. هذه دوها من عندي هاني نقول لك ما كانش ما تفوتش عليا هذه المبادره، ما تعقبش على راسي. اذا لازم تعترفوا، اما الزريبه نتاع الجزائر انتهى دوركم، على الاقل بالعفوانكم يا طحاحنا. خسرنا المعركه نعم، فشلت الدبلوماسيه الجزائريه فشلا ذريعا، وعندما اقول الدبلوماسيه الجزائريه تبون ومن معه فشلوا فشلا ذريعا. انتهى تبون انتهى، فشل في كل شيء، فشل على المستوى الداخلي والخارجي، وليس أمامنا إلا المطالبة برحيل تبون. نعم تبون ارحل. كيبقى فيه مسكين هاد بونيف هذا كاسول عاطينو ميكرو تا هو وكيهضر تما وكينيقز. تا فين هي اقوى دبلوماسيه في افريقيا؟ وحنا عندنا وزير الخارجيه عطاف وعندنا الاخر واش يسموه في مجلس الامن الله يبارك. حنا الجزائر مش واكر لافريك. ياك نتوما كتقولوا لنا بان قال لك اسيدي الصين دوله صديقه وبوتين يحكم فيه تبون. ايوا علاش اخويا امتنعوا عن التصويت وخلاو المرار كيتبوردوا عليكم تما بان بيبليكا فاتحه في مجلس الامن؟ علاه يا خويا سعد مجيد؟ ايش ما نقول لك قول شنقريحه واش دانا البوليتيك يا خو واش دانا؟ انا شربي هنا بريكة باهي من العيون المحتلة عاصمة الصحراء الغربية أرفض المقترح الذي تقدمه أمريكا الذي ينص حول الحكم الذاتي. وبريكة صافي اخويا راه جمعنا وطوينا سير تنعيطولك اشنو الدراجي عاوتاني راه سيدي صبروا لا التنخسيس ودا الاخوان. قال لكم ثاني الواقعيه ليست ضعفا بل وعيا سياسيا. هاد السيمانه مساكنه راه كاين العذاب سعد مجيد خاسر اموال طائله وهادو ما داروا ليه والو في القضيه الاولى ديال حشومه. والله الا عيب السي المونتاج بالله
صرنا في حاجة إلى منظومة سياسية براغماتية واقعية. ترى ولا السيد اينشتاين الفلسفة داخله هنا. الجزائر وين راها؟ والله غيقولوا لنا احنا دولة قوة عظمى قوة عظمى قوة عظمى، احنا كاع رانا صابرين على المعيشة غير بسبب القوة العظمى. تعرف كيف تكسر القيود وتواجه الحقائق كما هي لا كما يريدها المنتفعون. صرنا في حاجة إلى إعلام صادق يساهم في نشر الوعي ويناقش القضايا بشجاعة واحترام. بحال السي المونتاج الله يبارك. السي المونتاج الله يبارك مجرجر ليكم الايام. معليش لا يبيع الوهم ولا يكتفي بالتطبيل، بل يقول الحقيقة مهما كانت مرة، ويقف في صف الوطن لا في صف الكرسي. وشهد شاهد من أهلها أن الإعلام ديال فخامة الرئيس كان كيضرب لهم البنديرة ديال اليامات كاملة وداس المونتاج. هو الدراجي هو اللي قالها، أنا راه خاطيني. نعديلها دولة، أي نعديلها دولة. الانتصار المدوي للمملكة المغربية واسترجاع السيادة تاعها للأراضي المغربية يعني الكثير بالنسبة للمغرب وبالنسبة للجزائر أيضا. غادي نبداو بالمغرب. ماذا يعني استرجاع السيادة للمغرب؟ أولا انتصار تاريخي، هذه حاجة ما نقدروش ننكروها. انتصار تاريخي للشرعية والسيادة الوطنية. جزائر الله لا نعزو ولا شتو. سيادة المغرب على الأراضي الصحراوية لم تعد شيء نظري، لم تعد مجرد كلام، ولكن أصبحت واقع. يعني السلطة المغربية موجودة في كل الأراضي الصحراوية الآن، وهذا واقع دولي جديد. ترى علامة داس المونتاج كيسحب لهم واقيلا شحال هادي ما كانوا السلطات المغربية في العيون والداخلة وغيرها الكثير من مناطق جنوب المغرب. كيسحب لهم واقيلا يا ودي الله يهديكم، راه قلنا لكم مشينا غير بلاكارت ناسيونال وحضرنا المهرجان الوطني في الداخله وعمنا في المحيط الاطلسي وكلينا الحوت ديال المحيط الاطلسي، راه صورنا لكم كل شيء. واش انت ما كتوريش الناس الانستغرام ديالنا يمشيو يشوفوا كيسحب لهم كنزبطوا عليهم؟ دابا انت راه انت اش غنقول لك ما اصبر بعدا صبر ترى بنتي لي انت ما عرفتش واش انت معايا ولا ضدي. راه ما قلتش لكم اخوتي برك، انا راه داخل عليكم بالرباح سبحان الله العظيم. دابا هذا الشهر هذا الشهر 11 راه تزاديت فيه انا، راه بقات لكم 16 يوم. اللي باغي يوجد ليا شي كادو بنادم يفهم راسو، اللي باغي يوجد لينا شي كادو بقات 16 يوم. نهار 16 ان شاء الله بربي غتسمعوا سنه حلوه يا جميل وغنشعل لكم الشمع هنايا. ترى السعد مجيد سموحاش عارف عندكم الحداد وخصنا 40 يوم. ديك 40 يوم راه ما عندنا كي نديروا لك اخويا، راه جيتينا في عيد ميلاد ضروري اشي بركه اشي ملفي عاوتاني. ما نتعداش وسبق لي وقلتها، ما نتعدى حتى على واحد، وما نحبش الحرب لان نعرفوا قيمه الحرب، ولكن اللي تعدى علينا راها ما تحبسش. يلا الاخوان جمعوا صبابطكم وتهلاو ليا في راسكم، وكيف العاده ما تنساوش ديك اللايك وشي تعليق. هيا دوزو بخير الناس ديال القياطن والعجاج اللي عنده شي صنداله يا جماعه. اخوان الله يعشر الخطوات ديالكم، الله يعشر الخطوات ديالكم، الله يجعل لكم القدم بألف حسنه، الله يجعل البركه. وسمحوا لينا الله يجعل البركه. والصوبه جمع خيوطك طلوبيتك، الله يجعل البركه.